السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. على بركة الله الأهلي النهاردة بيتمرن تمرينة قوية استعدادا للسفر مساء الأربع بكرة إن شاء الله تعالى إلى تونس عشان يواجه شقيقه الترجي التونسي الساعة 10 مساء يوم السبت إن شاء الله، ذهاب نهائي دوري الأبطال. المباراة مهمة جدا ومرتقبة قوي باستاد حماد العقربي في رادس. الاستاد ده يا جماعة سعته 50,000 متفرج، لكن حسنا للأهلي بقى فعلت الاجتماع التقليدي والأمن التنسيقي النهاردة في تونس، تقرر أو تحدد لحضور المباراة 27,000 مشجع فقط، من يعني يا دوب هيبقى نص الاستاد. على فكرة الترجي عنده 17,000 بطاقة موسمية ما شاء الله. ده الكلام اللي احنا يهمنا، ان نقدر مسابقاتنا تستقر ومواعيدنا تنتظم، يكون الاهلي عنده هذا العدد من التذاكر الموسمية، لان ده كمان استقرار في عدد الحضور مهم جدا. وبيطرح للبيع 9150 تذكرة بسعر التذكرة 50 دينار. الاشقاء في تونس ومسؤول الترجي الحقيقة بقرار رائع جدا جدا فتحوا الباب للجماهير المصرية اللي جاية تشجع الأهلي مجانا بالباسبور، مش هتاخد تذكرة. وأنا المسألة دي كانت مهمة جدا لأصدقاء أعزاء في مرسيليا. مجموعة الأهلوية في مرسيليا الحقيقة كانوا طوال الفترة اللي فاتت متواصلين معايا، عاملين رحلة من فرنسا على تونس. على فكرة أفواج كتيرة جاية من أوروبا تساند الأهلي في تونس. سيبكم من الاخ اياه بتاع اللي كان بيرقص مع الوداد ده، يا ريته يجي يا ريته يجي. ده وشه حلو قوي اللي ظهر جاي يشجع الوداد، نكسهم في ماتش الاهلي في كازابلانكا، عايزينه يجي يشجع الترجي. لكن الاخوه في مرسيليا الحقيقه كانوا متواصلين معايا علشان يشوفوا تسهيلات الوصول او تسهيلات الدخول وازاي يقدروا يجيبوا التذاكر، وهل يسجل في السيستم هنا ولا السيستم هناك. جالهم الخبر الرائع جدا من اللجنه المنظمه في تونس ان دخول المصريين فقط بالباسبور وبدون تذاكر وبدون اسعار. الكابتن اسامه كمال، واسامه كمال ده يا جماعه كابتن ونجم نادي الترسانة في عصر الذهبي، كان مع محمد رمضان ومحمد فؤاد ومحمد كمال المجموعة اياه، وده سنتر فيرود كان مهم وصديق عزيز لأخونا الكابتن محمد رمضان. وأذكر أنه في مرسيليا لما الأهلي في قطاع الناشئين ودى ناشئيه في دورة في مرسيليا في 99-2000 تقريبا أي مستر كورفر ومحمد رمضان، أسامة كمال شال البعثة بالكامل. يعني طوال فترة إقامتها وتنقلاتها وإقامتها كان الحقيقة الراجل شايل ده كويس قوي. وكانوا كل الأهلوية في مرسيليا، بقول لكم خلية أهلوية كبيرة في مرسيليا، فعاملين بقى يعني فوق كبير جدا جاي على تونس لمشاهدة الأهلي ودعمه. أشرف حرحش ده صاحب شركة سياحة واللي منظم الحفل، ومعاه ولاده حازم وحاتم، دول مهندسين اتصالات في مرسيليا وما شاء الله برضو أهلوية جامدين. والأستاذ أشرف جمعة ده راجل صاحب مطاعم وتوكيل، والحاج محمود شبل والحاج سليمان عبد الله والمهندس أحمد زهران وابنه أيمن في كلية الهندسة، وجمال جابر ده أحد المقاولين في فرنسا، ومحمد مهاود برضو من المقاولين هناك. مجموعة بقول لكم أهلوية كبيرة كانوا باعتين يحجزوا. لا 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 لا، اسمع يا صديقي، اسمع بس يا صديقي يا ترجاوي، اسمع. احنا جايين نقابلكم في رادس، بس خد بالك في ارضكم على ملعبكم، بس خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا. احنا كاسبينكم على الملعب ده اكتر ما انتوا كاسبيننا على ملعبكم. فالفكرة مش فكرة ملعبي او ملعبك، تمام؟ الفكرة فكرة مشيها كورة بس. انت يعني ليه ليه المشاحنات دي قبل ماتش يعني نهائي افريقيا عربي، فاهمني، بين الاهلي والترجي؟ ما تخلي اجواء كويسة، ما تخلي الدنيا حلوة. نتمنى من الله ان احنا نطلع بصورة كويسة يعني، ونكسبكم عادي برضو زي كل مرة في رادس، برضو عادي، ايه المشكلة يعني؟ هنكسبكم ان شاء الله باذن الله يعني، بس قول يا رب.